الكابتن هاني رمزي بيقول لجمال عبد الحميد: يا كابتن عيب اللي بتقوله ده. يعني انت ترضى ان مراتك الناس تهتف في اسمها ويقولوا لها بنحبك؟ يوم يكون بقى رد جمال عبد الحميد اللي هو العقليه الزملكاويه الكارهه للنادي الاهلي، اي حاجه تكسر المبادئ انا موافق عليها عشان خاطر انا بكره الاهلي. يقول له ايه بقى وايه المشكله؟ هي لو بتحب الزمالك عادي الجمهور يهتف لها ويرد لها الجميل، ايه مشكله يعني؟ رد يعني انا ما اقدرش اقول اي لفظ، اللي احنا طبعا احنا ضد اللي احنا نطلع نقول الفاظ وحشه وكده، بس يعني انت وناديك ده النادي، نادي الزمالك كان والاعلان بتاعه كان من اسبوع كان عايزين يرفعوا بلاغات عشان خاطر اي حاجه، احنا ان في اعلاميين بيحرضوا على الجمهور الزملكاوي كده. طب بيحرضوا على الجمهور الزملكاوي ليه؟ اصله شتم مرات زيزو. طب ما هو شتم مرات زيزو، هو مش ده غلط؟ ما هو انتوا شتمتوا من امام عاشور، طب هو مش ده غلط وهنقولنا ساعتها ان ده غلط؟ ما هو انتوا بتشتموا مش عارف ايه. يعني حتى لو جمهور الاهلي طلع وشتم بنقول غلط برضه. يا جماعه غلط، الشتيمه غلط، هتك الاعراض غلط، نجيب سيره مراتات اللعيبه ليه؟ ولا جمهور اهلي يعمل كده ولا جمهور زمالك ولا اي جمهور في العالم. شيل الاهلي من حياتك، شيل النادي الاهلي اللي حرقك ده ومضايقك ده، شيله من حياتك. هل ينفع ان ده يتم؟ اصل الاهلي يا عمي، شيل الاهلي من حياتك خالص. هل ينفع ان انا اجيب سيره عرض او اجيب سيره مرات او زوجه محترمه لاي لاعب في العالم؟ لا ما ينفعش. يبقى تقطم الكلام بقى وتتريق عليا بتقول لي مبادئ ومش مبادئ. انا كده بتاع مبادئ، انت اللي بتكسر مبادئ عشان انت بتكرهني، محروق مني. ايه يا جماعه اللي احنا بنشوفه ده؟ ناس بتطلع على التلفزيون وبتدعم الشتيمه، ناس بتطلع على التلفزيون وبتدعم ان انا اجيب في عرض الناس. ايه اللي احنا فيه ده؟ ده احنا كل ده لسه في اول الدوري بنخلق حوارات وافتكاسات مأساة. احنا في مأساة حرفيا. احنا اللي لسه يعني ناس من الجمهور عاديين بنطلع بنتكلم كده في حتة شاشة، بننصح اللي بيطلعوا في التلفزيون، بنقول لهم يا جماعة عيب اللي انتوا بتقولوه ده، كارثة. أراك ضاحكا.